قدم كل نبي معجزة، وربما أبرز معجزات النبي موسى هذه العصا الهائلة التي كان يضرب بها الأرض فتتفتح عيونا، يضرب البحر فينشق. أوكي، هذا قيل لي في المقدس وأنا مسلم مؤمن أصدق هذا، وأصدق أن هذا قد، لكن المشكلة في المعجزة أنها استعمال مرة واحدة، يعني لا تستطيع استخدامها مرتين. يعني هو عملها النبي موسى. طب يا عم النبي موسى عليك الصلاة والسلام، انت قابلت اخوك محمد لما طلع في الإسراء والمعراج فوق وسلمت عليه، وجبريل قال موسى قال له من هذا؟ قال له هذا محمد. قال له أو قد بعث؟ قال بلى. ما هو قدامك اهو. لا شوف السياق يعني هو بيدهشك. أو قد بعث محمد، عارفين انه جاي محمد، فهم اندهشوا لما لقوه قدامهم. قال له نعم بعث. وكل الانبياء جم ووقفوا وراء النبي محمد وأمهم في الصلاة لله. جميل. طب بقى يا عم سيدنا موسى، وأنت نبي حنون وراجل طيب، عارف إن أخوك محمد غلبان في بيئة قحطة ليس فيها طعام ولا ماء ولا نهر، ولا بيعلم أصحابه إزاي يتوضوا بكوباية مية، يعني الوضوء بكوب قد كده من الماء. بيقول لهم في الجنة فيها ماء مسكوب، يعني تقدر تمسك كوباية مية كده وترميها في الجنة. على الأرائك متكئين، عندهم كنب هيقعدوا على كنب. طيب يا سيدي كل هذا جميل. عرفت إذن إنه أخوك محمد حالته صعبة في بيئة صعبة، اديله العصاية يعمل بيها شوية شغل. غلط عقلا، بالعقل يعني عقلا اديله العصايه يعمل بيها شويه شغل وربنا ما يزعلش، ما انتوا اخوات، الانبياء اشقاء بعضهم البعض، لم يحدث. طيب ما فاتش العصايه حتى للانبياء، هنعمل احنا العصايه؟ هيبقى عندنا عصايه زي دي لما نصلي ونصوم ونلتزم النوافل والبتاع ونقتل من يخالف عقيدتنا وايماننا ونذبحه في الطرقات ونفرش الطريق الى الله بالدم؟ هل هيحقق لنا؟ هذا هو السؤال الاهم. طيب المسيح جاء معجزة طبية كما يقول فلاسفة الشراح المسلمين. عمل مستشفى واحد؟ ما حصلش. علم الطب لحد علشان يعرف يعالج الناس بعد كده؟ ما حصلش. إذن هي استعمال مرة واحدة. إذن في النهاية على إخواني وأصدقائي وأصحابي في مهمة العقل وفي معالجة الأمر التركيز على مسألة أن لا شيء اليوم اسمه معجزة إلا ما تصنعه بعقلك وبإبداعك وإنجازك الشخصي. هذه تكون المعجزة الحقيقية في سبيل نفسك، في سبيل أولادك، في سبيل وطنك، في سبيل العالم، في سبيل الإنسانية، أن تنجز شيئا يضعك بين البشر، يضعك في خانة الإنسانية. الإنسانية كل ليلة بتسجل حوالي 1,000,000 اكتشاف واختراع جديد، من إبرة مسدس صغير إلى شيء في صاروخ كبير، ونصيب العرب فيها صفر عظيم، نصيب المسلمون فيها صفر عظيم.